صباح السعادة، صباح الورد، صباح السكر الزيادة. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فرخة شيش مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعم وتتبيلة مختلفة هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. طبعا لو هنشتريها من بره هنشتريها بسعر مؤفر فيه زيادة عن اللزوم، هتعملها بربع التكلفة. معانا فرخية حلوة كده 2 كيلو. انا جايبة فرخية 2 كيلو. هبتدي اشيل الزوايد اللي فيها زي ما انتم شايفين، هتخلص منها طبعا. وبعدين امسك الفرخة بتاعتي دي اقطعها. الفراخ الشيش قطعها بتبقى صغيرة وبعضمها، ما بتتخليش يا جماعة. في ناس بتحب تخليها وفي ناس بتعملها بعضمها. يعني انا بحب ان انا اقطعها بعضمها كده. تمام، مش هخليها ولا حاجة عشان ما اهدرهاش. بجيب الورك، بقطع الفرخة على 2 كده زي ما انتم شايفين، وبجيب الوراك ببتدي ان انا اقطعها. بقطع الورك على 3، يعني الوركين هقطعهم على 6. لو الفرخة بتاعتك اكبر من كده تقدري تقطعيها قطع اكتر من كده. تمام، اهو زي ما انتم شايفين نقطع كده. حجمها كده مناسب جدا، وتقطيعها بعضمها سهل جدا، مش محتاج افتكاسة ولا مش عارفة ايه. هبتدي ان انا اشيلها اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله، دول وركين 6 قطع. نيجي بقى للصدر، بفصل الرقبة اللي في النص دي الاول. طبعا ما بنرميهاش يا جماعة، انا بس بتخلص من الجلد الزيادة اللي فيها وبحطها تتشوي معاها. تتبل في نفس التتبيلة وتتشوي وتبقى زي الفل. احنا ما بنرميش حاجة. تمام. بنيجي بقى بنفصل الجناح بالكتف كده زي ما انتم شايفين، بحته بسيطه من اللحم بتاع الصدر. وبمسك بقيه الصدر افصله على 2 كده، اخد الفص اقطع الفص على 4. يبقى الفص الواحد بيقطع معايا 5 قطع. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، والقطع حلوه جدا، مش صغيره ولا حاجه. الفص الواحد بيعمل معايا 5 قطع. طبعا انا جايبه لكم طريقه التقطيع عشان تعرفوا انا عملت الكميه دي كلها ازاي. عملت معايا 16 قطعه، غير الرقب غير القنصه غير الحاجات دي. ايوه، انا شويت الفرخه كلها على بعضها، مش هشيل منها حته واشوي بقيتها. تمام. وهنا بعد ما خلصتها تقطيع كده خليتها زي الشيش. اخدها بقى اغسلها وانقعها واظبطها، لان انا ما غسلتهاش ولا عملت فيها اي حاجه. بعد ما غسلتها ونقعتها ونضفتها وصفيتها من الميه، معايا بصلتين وسط كده زي ما انتم شايفين. اضيف عليهم 3 4 فصوص من الثوم اهو. قرن فلفل بارد. معايا نص قرن من الفلفل الحامي بس كفايه عليها. هضيف كمان طماطمتين. انا عايزاهم مفرومين ناعم ومش عايزه ازودهم ميه. تمام، لان انا عايزه الميه بتاعتهم بس. فالكبه ما كانتش واخده فضربت، وبعدين جبت الطماطميه التانية اهو هضيفها معاهم. وهضيف نص معلقه صغيره من الملح، عشان دي اللي هتخلي الخضار بتاعي ينزل ميته. تمام. كل الخضار نزل ميته كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا اصفيها كويس عشان ابهرها. انا مش عايزه التفل ده خالص، هستغنى عنه طبعا. مش هحطه عليها عشان ما يتحرقش في الفرن ويديها طعم مش لطيف. اهو معايا اهو، هنزل عليها بعصير ليمونه كامله. عصير ليمونه كامله. هنضيف عليها حوالي معلقتين من الزيت. معلقه كبيره مليانه من العسل الابيض. لو مش متوفر حط سكر. معلقه كبيره من المستردة، لو مش متوفر استغنى عنها مفيش مشكله. شويه بقى فلفل اسود كده، نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره من البابريكا عشان تديها لون حلو. نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. نص معلقه صغيره من الكركم. نص معلقه صغيره من بهار الفراخ. وهنا خلطة الشيش طاووق، نص كيس، هو كان متوفر عندي فضفته. نص كيس. هنا هنزود الملح. ونبتدي نقلب التتبيلة مع بعضها، كل حاجة تختلط وتدخل في بعضها. نقلب 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 لحد كل التتبيلة ما تاخد البهارات بتاعتنا تدوب وتدخل في بعضها. انزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي متصفيه كويس من الميه، واسيبها منقوعه فيها. انقعها من بالليل للصبح مفيش مشكله، انقعها 3 4 ساعات مفيش مشكله، المهم ما تقليش عن 3 4 ساعات. ليه؟ لان كل ما سبتيها في التتبيله كل الفراخ ما بقت جوسي واخدت الطعم المظبوط، وبقت احلى بكتير جدا. تمام. فكل ما تبلنا الحاجه كل ما خدنا نتيجه افضل بكتير. ودايما بقول لكم كده في اي حاجه انا بتبلها.
بصوا انا ما سبتش منها حاجه، حطيت القنص، حطيت الرقب، حطيت كل حاجه. هشويها مره واحده. تمام. تقدري بقى هنقول افكار كتير للشوي. انا طبعا هشويها في الفرن، مش هشويها على الفحم ولا حاجه، عشان مش كل الناس عندها شوايه فحم، لكن كل الناس عندها فرن البوتاجاز. تمام. بعد ما سبتها وقت في التتبيله، جبت الصينيه بالشبكه بتاعتي. طيب انا ما عنديش صينيه بالشبكه دي، عندك شبكه الفرن، فرشي في الفرن ورقه فويل وحطيها، واي صينيه هتحطي فيها الميه والتتبيله بتاعتك تحتها عشان تطلع طريه. طيب ماشي، انا مش عايزه احط في شبكه الفرن، عندي شبكه من اللي بنشوي بيها على الفحم دي، احطي فيها وحطيها على صينيه. تمام. زي ما انت عايزه. هنبتدي بقى ان احنا نرصها كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله تبارك الله، لونها من قبل ما تستوي حلو جدا. بنفرد الجلد عليها كده عشان الدهون اللي فيه تسيح، وطعمها تخليها جوسي وطريه. هقول لكم ايه بقى اللي هيخليها جوسي وطريه. الميه اللي احنا هنضيفها في الصينيه اللي هنحطها معاها دي، هي دي اللي هتخلي الفراخ تستوي وتاخد لون وتبقى طريه في نفس الوقت. تمام. انا هحط ايه، هحط التتبيله دي في الصينيه وازودها شويه ميه عشان ايه ما تنشفش تتحرق مني. ولما اجي اطلعها من الفرن هتلاقوا الميه زي ما هي، ما جرالهاش حاجه، بس اديتها طعم ونكهه كويسه احلى كمان، والفراخ طريه وحمرة في نفس الوقت. تمام. في الوقت اللي انا برص فيه الفراخ ده، مشغله الفرن بتاعي عشان يسخن على درجه حراره 200. من اول ما ادخلها الفرن لحد ما اطلعها من الفرن هتفضل على درجه حراره 200 يا جماعه. هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد معايا ساعه. ممكن تكون انت جايبه فرخه كبيره شويه، ممكن تاخد معاكي وقت، بس انا قلت لكم بكل امانه ان هي اخدت معايا ساعه بالظبط. واخر 10 دقايق، اخر 10 دقايق انا طلعت الصينيه، شلت الشبكه حطيتها في الفرن، وشلت الصينيه بره عشان اديها لون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، من غير بقى ما يطلع عليها بخار الميه. تمام. معايا بقى خضار، زي ما انت حابه تحطي خضار حطي، مش حابه انت وراحتك. معايا بصل كده قورمه صغير، حطيت 3 بصلات وقرنين من الفلفل، عندك فلفل الوان حطي، اي خضار انت عايزاه تحطيه، كانك بتعملي شيش طاووق بالظبط. يلا ادخلها الفرن ونرجع نشوفها مع بعض. مش بغطي بفويل ولا بعمل فيها اي حاجه. حلو الكلام. مش بتاخد وقت زي ما قلت لكم، ساعه وبتطلع بالجمال ده. شايفين بقى الشبكه دي انا شلتها كده، حطيتها على الشوايه على الفرن يعني شلتها حطيتها على رف الفرن اخر 10 دقايق. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا اللون، بصوا التسويه، ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا يا جماعه. تقدري تقدميها جنب سلطات وطحينه وعيش، تقدري تقدميها جنب رز افراح، او اقصد رز طباخ، تقدري تقدميها جنب رز بسمتي، تقدري تقدميها جنب وايت صوص، جنب مكرونه سباكيتي حمراء، اي حاجه انت عايزاه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت مقدماها جنب محشي. ايوه يا جماعه انا كنت عاملاها جنب محشي، كنت اليوم ده مدلعاهم جدا. تمام. هنحط كمان البصل والفلفل، طعمه عايزه اقول لكم ان البصل المشوي ده طعمه حكايه. انا من عشاق يا جماعه البصل المشوي. معايا فحمايه كده محمراها على النار من قبل ما اطلعها، حطيتها في طبق كده. طبعا انا فرشه عيش وحاطه بقدونس، بعيشهم شغل جو المطاعم. عايزه طعم الفحم، مش عايزه طعم الفحم، تقدري تستغنى عن الخطوه دي. حطيت الفحمايه عليها شويه زيت وغطيتها بفويل واسيبها لمده 5 دقايق. بعد ال5 دقايق بشيل بقى الفويل واشيل الفحمايه واشيل الكلام ده. تمام. زي ما قلت لك في ناس ما بتحبش الفحم، تقدري تستغنى عن الخطوه دي انت وراحتك. بصوا الجمال، الله 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 الله، بص شمين الروايح، ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا والله العظيم يا جماعه. اللي ما هيجربها هيفوتوا كتير قوي. بطلوا تشتروها من بره واعملوها في البيت بربع التكلفه، بربع التكلفه والله لا تشتروها من بره. شايفين اللحم من جوه عامل ازاي، جوسي وطري، والتتبيله واصله لاخر حته جواها. بصوا طعم جنان. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعايه الله، اشوفكم على خير. جربوها على طريقتي بجد موفره جدا جدا، وفرخه واحده عملت معانا كميه حلوه قوي كده تقدر تعملي بيها عزومه. دمتم في رعايه الله، باي باي.